أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من موقع يافع نيوز، وأقدم لحضراتكم حصادا لهذا اليوم. وفي هذا الحصاد، خلال لقائه بوزير الداخلية اللواء حسين عرب، نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح يؤكد على ضرورة الحد من مركزية الأجهزة الأمنية، ويدعو لمنح صلاحيات أوسع للسلطات المحلية لتشديد الإجراءات الأمنية. عدن تصحو على عملية تصفية للقيادة في المقاومة في البريقة الشيخ سمحان عبد العزيز الراوي عقب اختطافه مساء أمس. والشيخ الراوي هو قيادي بارز في البريقة وعضو مجلسها المحلي وإمام وخطيب مسجد ابن القيم، وشيعت جموع غفيرة وسط حزن عميق عثمان الشيخ راوي إلى مقبرة منطقة البريقة. متنفذون يبسطون بقوة السلاح على مخطط أرضية تابعة لحرم مدرسة الإنشاءات في المكلا، واستياء واسع في العاصمة عدن من عمليات البسط العشوائي في المنصورة. اللجنة الطبية اليمنية للجنة الإغاثة العليا الكويتية تفتح مشاريع في مستشفى الصداقة، حيث قدمت 1000 حقيبة توليدية، ورفض مستشفى الصداقة بأجهزة طبية حديثة، وإصلاح السلالم والمصاعد الكهربائية في المستشفى التي كانت معطلة منذ زمن طويل وبتكلفة تصل لأكثر من 30,000 دولار. في تعميم عاجل من مكتب وزارة الصحة والسكان بوادي وصحراء حضرموت عن وفيات بمرض إنفلونزا الخنازير HINI. مستمعينا الكرام، ومن أخبار الشمال، ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح ترتكب مجزرة جديدة في تعز سقط على إثرها أكثر من 10 مدنيين ما بين قتيل وجريح خلال قصف بالكاتوشة استهدف شرق مدينة تعز. طيران التحالف يمهد الطريق للمقاومة الشمالية والجيش في نهم لدخول صنعاء، والمقاومة الشمالية تتقدم وتدخل قرى آل الحراملة وآل عامر في وادي آل ضحاك، وتخوض معارك شرسة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تحشد أطفالا وسجناء وأفارقة في إبل الزج بهم في جبهات القتال. ومن الأخبار العربية والدولية، 60 قتيلا وجريحا بتفجير سيارتين مفخختين في حي السيدة زينب بريف دمشق. الأمم المتحدة تعترف بعجز جنيف السوري عن تحقيق السلام. قوات إسرائيلية تستهدف صيادين ومزارعين في غزة. تركيا تعلن حالة التأهب في قواعدها الجوية تحسبا لهجوم روسي. ومن أخبار الاقتصاد، السعودية تبدي استعدادها للتعاون لدعم سوق النفط، وأسهم الخليج تقفز بدعم النفط والبورصات العالمية. ومن أخبار الرياضة، يوفنتوس يسحق كيفو ويحقق فوزه 12 على التوالي في الدوري الإيطالي. وإحصائيات رياضية، النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو سجلا 1000 هدف خلال مسيرتهما الكروية حتى الآن. وصدمة تصيب نادي فرنسي من الدرجة الثالثة بعد رسالة من ميسي يعرض فيها خدماته على النادي. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام حصادنا لهذا اليوم، قدمناه لحضراتكم من موقع يافع نيوز. لكم أجمل وأرق التحايا من التحرير الإخباري أديب السيد، ومن التقديم هذه تحيات محمد سالم باحميل، كما هي لكم من الإشراف العام الأستاذ الزميل ياسر اليافعي. دمتم ودام الوطن بألف خير.